تخيل تفتح باب بيتك تلاقي تعبان واقف مستنيك، او تصحى من النوم تكتشف ان في واحد تحت سريرك. اللقطات اللي هنشوفها مع بعض في حلقة النهاردة مش مجرد تعابين ظهرت بالصدفة، دي مواقف حولت يوم ناس عادية لكوابيس عمرهم ما هينسوها. ومن دلوقتي بقولك لو عندك فوبيا من التعابين او قلبك ضعيف شوية فكر مرتين قبل ما تكمل الفيديو. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب، أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. مش هيحس بالخضة دي غير اللي في الموقف فعلا. أهي ثانية واحدة كانت كفيلة تخليها تنسى هي خارجة ليه أصلا. بيقولوا لحد الآن خايفة ترجع البيت، حقها صراحة، أنا لو مكانها مش هيجيلي نوم في البيت ده تاني. كله كوم، واللي حصل مع الاتنين دول كوم تاني. التعبان داخل أكنه ليه طار عندهم. في اللحظة دي مفيش شجاعة ولا بطولة، كله بيدور على أقرب طريق للهروب وبس. مش عارف ليه حاسس ان مش هعرف انام النهاردة، فلو انت قلبك ضعيف قلتلك بلاش تكمل الفيديو. تخيل تصحى من النوم على المنظر ده، اكيد اول حاجة هتيجي في بالك ده حقيقي ولا انا لسه ما فقتش من الحلم. ردة الفعل الوحيدة اللي مش هتقدر تتحكم فيها هي لما تشوف تعبان قدامك. التعبان رسم له خط وقال له لو عديت الخط ده هعمل تس في وشك. انا متأكد ان صاحبنا ده نسي هو كان خارج ليه اول ما شاف المنظر ده. المثير هنا ان اكتر طرف مرعوب في اللقطة دي ممكن يكون التعبان نفسه، ومن الواضح ان التعبان بيحاول يتجنب اي مواجهة. اللي بيصور جايب القلب ده منين مش عارف. تخيل تكون ماشي بعربيتك عادي وفجأة تلاقي المخلوق الضخم ده واقف في نص الطريق. انا شخصيا مش هغير الطريق ده، انا هروح ومش جاي هنا تاني لو ايه اللي حصل. فرحانين بالتعبان اكنه واحد من عيلتهم كان مسافر بقاله سنين ولسه راجع، بس التعبان برضه حب يفاجئهم ويسلم عليهم بطريقته الخاصة. التعبان شكله عجبه الوضع وحلف ما هو خارج. اعتقد التعبان ده غلط غلطة عمره لما دخل البيت ده، لان الحراس هنا مش بيتهاونوا مع اي حد غريب. الكلاب دي لو عندي كنت اكلتهم لحمة النهاردة. اخونا ده ما نعرفش بيعمل ايه قدام الكاميرا، بس ملحقناش نعرف ايه السبب وحصل اللي حصل. انا من الناس اللي بتخاف من التعابين جدا، لكن من النادر تلاقي حاجة زي كده في البحر اللي احنا عارفينه. ممكن في غابات الامازون مثلا عادي. مش شرط نروح غابات الامازون علشان نشوف الاحجام دي، لانك ممكن تلاقيها تحت سريرك في يوم من الايام، زي اصحاب البيت دول اللي اتفاجئوا بوجود تعبان ضخم تحت السرير وما كانش قدامهم غير ان هم يبلغوا. الحمد لله البنت ما دستش عليه، والا التعبان كان هينشط من حالة الخمول اللي هو فيها، تقريبا مستنيهم يفتحوا الباب علشان يدخل. انا كل اللي فارق معايا هو نايم على الارض كده ليه. اهي دي اخر حاجة توقعها في يوم من الايام، واعتقد لو مفيش فيديو محدش كان هيصدق. المشهد ده بيأكد ان في مواقف الخوف فيها بيظهر قبل ما المخ بيشتغل.
تخيل تفتح الكاميرا علشان تطمن على البيت في غيابك تلاقي المنظر ده. قولي في التعليقات هتروح ولا لأ؟ البنت كانت ماشية بشكل طبيعي، لكن في ثانية واحدة اتحول يومها العادي لموقف عمرها ما هتنساه. يا لهوي، أنا أعرف بنات لو حصل معاها كده ممكن تروح فيها. يا عيني عمالة تعيط وتصرخ وتقول أنا لسه عاملة حمام دلوقتي. معرفش بقى تقصد عملتها على نفسها ولا لسه عاملة حمام بالفعل، بس الحقيقة الموقف ده ما اتمنوش لألد أعدائي. يا خبر أبيض، الحمد لله إنه لحق نفسه والله. ردة فعل القطة سريعة لدرجة إنها بتفلت من لدغة الأفعى بكل بساطة، عشان كده القطط ما بتخافش من المواجهات دي. الفوضى دي ما حصلتش من تلقاء نفسها، لا ده في ضيف غير مرحب بيه هو السبب. لو في جايزة لأجمد قلب معانا النهاردة فهنديها للست دي. الحقيقة أنا مش عارف هم خافوا وجريوا ليه. دي أكيد واحدة حرباية عايزة تعمل شعرها. بلاش ظلم بقى، حتى وقفت مكانها مستغربة هو في إيه. عامل البريد ده في الأساس بطل خارق. شاف تعبان قدام البيت اللي رايح يوصل له الطلب، بدل ما يسيب الأوردر ويهرب قرر يساعد أصحاب البيت ويبعد التعبان. رغم إنه موقف شجاع وخطر إلا إنه اتصرف صح. أعتقد الطريق كان طويل على التعبان ده فقال ياخد توصيلة، وكان حريص علشان ما يدفعش الأجرة. لو شفته بيعدي الطريق قدامك غالبا هتنسى انت كنت رايح فين. محدش كان متوقع يطلع بالحجم ده، والحمد لله الولد بخير. تقريبا كان مستني البنت علشان يقع فوقها بس نزل على مفيش. التعبان بيتنقل من ماسورة لماسورة، فجأة لقى نفسه بيتسحب لفوق. مليون في المية بيقول لهم الراجل فيكو يحاول يعدي. تعبان واحد مجري البشرية كلها قدامه. ده ايه نوع المية اللي هم فيها دي؟ الهند كلها بتستحمى في حتة واحدة. الله أكبر، أنا كده الفوبيا بتاعتي كملت. لو حصل في يوم من الأيام وشفت المنظر ده قدامك اهرب فورا، لأنها مرحلة ما قبل الهجوم. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيخاف من التعابين وقول له ايه رأيك نزور المكان ده. شيء طبيعي الاقي صرصار في الحمام او يا عم فار حتى، لكن مش تعبان يعني. يا ربي على الرعب وعلى الثبات الانفعالي. انا ضغط عالي من الناس اللي في العربية دي، لا وقفوا العربية ولا خايفين ولا حتى صوتهم عالي. واضح ان التعبان ده عنده قدرات خارقة، طالع على الحيطة زي السكينة في الحلاوة. الطاير حدف عليهم التعبان علشان يسرق الهوت دوج. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.